السلام عليكم، كدايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أتمم الصحة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير الحوت الأبيض. شاركت معكم الفيديو السابق مع العدس وشلاضة. اليوم غادي درت فيديو اختصاصي بوحدو، الطريقة ديالو بوحدو. غادي نشاركو معكم بطريقة سهلة. كاين اللي تحضر بطويجلات، كاين اللي تيديرو كفتة، كاين اللي تيدار في الفران، كل واحد والطريقة ديالو باش تصايب. انا ندير الطريقة غير ديال القلي سهلة، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الا كنتو اول مرة تشاهدوا القناة ديالي، ما تنساوش تخلوا لي واحد اللايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وحد سعيد للجميع ان شاء الله يا ربي. هنا البنات عندي الحوت الابيض كما شفتوا معايا في الاول في الصوره. هو هذا عندي شرائح ديالو كبار. كاين اللي تيفرشوا بحال هكا في الفران، ولا تديروه في الطاجين، يعني تيبقى الاختيار لكم نتوما. انا دابا غادي نقسمو طريفات، حيت مع غلاضين شويه نقسمو طريفات يكونوا ما كبارين ما صغارين. تقدروا ترقوهم ديروهم بحال الشكل ديال الاصبع، يعني تيبقى الاختيار ليكم. انا قطعتهم على هذا الشكل هذا كيف تشوفوا، موسطين ما رقاقين ما غلاضين، وتيبقى الاختيار ليكم نتوما. هنا البنات ها هو الحوت ديالنا كما شفتوا. راه كان فيه البنات الماء، عصرته مزيان بالماء حيت يكون هو ديال المجمد. عصرت منه الماء مزيان، خليته تنشف من هذاك الماء. هالي من بعد غادي نقليه. هنا عندي الطحين. الطحينه البنات يمكن لكم تزيدوا فيه شويه ديال الملح اللي بغيتو. انا ما درتش نهائيا كاع الملح، كاع الحوت اللي تنقلي ما تندير فيه لا ملح لا حتى حاجه، حيت الاصل ديال الحوت راه تيكون مالح. هو جاي من البحر راه تيكون مالح، يعني ما غاديش تحتاجوا ديروا الملح اللي بغاها يديرها. درت الزيت تسخن، وهنا رجعت الحوت درته في الطحين بحال هكا، بحال الطريقه تنصايبو حوت عادي السردي تنقليه ولا الباجو بحال هكا. تنديرها بحال هكا في الطحين وتنسوسوكا في الطحين فاش نقليه. ما يكحلياش الزيت يولي تحرق ليا الزيت تما يولي يكحل. سوسو مزيان من الطحين باش ما تحرق لكم الزيت ديالكم. وهنا تندير نبدا نقلي ونحط بحال هكا. وحاولوا تبعدوا وجهكم باش ما يطير فيكم لا زيت لا والو. بحال هكا تنحط. عندي جوج قليات غادي ندير بحال هكا. غنخلي هنا البنات تياخد اللون الذهبي كما شفتوا. هنا نقلبوا، ما نوصلش نقلبوا في المره الاولى تتشوفوا احمر، تيبانوا لكم الجناب ديالو حمرين. هذه الساعه يمكن لكم تقلبوه بحال هكا. انا غادي نخليه تيتحمر مزيان تياخد ديك اللون الذهبي بحال كيف تشوفوا. الى ساعه غادي تقلبوه وتخلوه طبعا تياخد اللون ديالو يكون محمر. الى ساعه تحيدوه من المقله بحال هكا حتى تشوفوه تحمر. الى تقلبوه ما تخليوش هو باقي خضر وتقلبوه تتحمر. لساعة قلبوه باش ينجح معكم. صافي هنا راه تحمر البنات كيف شفتوا. هذا هو اللون اللي غادي نحصلوا عليه. تيجي واحد اللون ذهبي وتيشهي وزوين بزاف، بنين بنين بزاف الطريقه ديالو فاش يتقلى بحال هكا. صافي دابا راه غادي نبدا نحيدو، حيت عفوا صافي راه تحمر. صافي هنايا اللي تحمرت تنحيدها تنحطها في الطبسيل. واللي ما بغاش الزيت يدير كاغيط ديال الكوزينه يديروا باش يشرب هذيك بابي كاغيط باش يشرب هذاك الزيت. اللي ما بغاش الزيت بحال هكا اللي طابت تحمرت تنحطها هنا باش نعاود ندير قليه الثانيه نفس الطريقه. القليه الثانيه البنات هي نفس الطريقه تندير في الطحين تنسوس مزيان. هانتوما شوفوا البنات الزيت باقا مزيانه، يعني ما فيهاش الطحين بزاف باش ما يتحرق ليناش الزيت يولي كحله بالطحين. هاد الطريقه البنات هو تيتقلى. وهاد الطريقه زوينه البنات بحال بغيتو ديروهم في ساندويشات، شدوا باكيطات مع البصله مع مطيشه مايونيز داكشي يجي بهم ساندويش زوين وتقطعوه هو طريفات راه تيجي زوين.
ووصلنا حتى لهنا البنات. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تعجبكم الطريقه اللي شاركت معكم، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وتنشكركم دائما على التشجيعات ديالكم ليا وعلى التعليقات ديالكم دائما تتخلوني دائما تتحفزوني بها. تنشكركم واحد واحد، وبالتوفيق الجميع ان شاء الله يا ربي.